السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ نوني مع يوم جديد واكلة جديدة، والنهاردة هنعمل البانيه بطريقة جديدة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هجيب كوباية زبادي او لبن زي ما تحبي، وبعد كده هضيف عليها معلقة زيت زيتون، معلقة متوسطة مش كبيرة ومش صغيرة، معلقة زيت زيتون. وبعد كده هنضيف معلقتين صلصة، معجون الصلصة. بعد كده هنحط البهارات كلها اللي احنا بنحطها، زي الملح وفلفل روزماري بس يكون مطحون، ودي معلقتين من معلقة من الفلفل الحراق، معجون الفلفل، ومعلقة ثوم، وهنحط معلقة بابريكا، وزي ما قلت لكم الروزماري، ده فلفل اسود، وده الروزماري المطحون، ومعلقة زعتر، ومعلقة كاري، وهنقلبهم مع بعض كده. هنقلب الخلطة دي كلها مع بعض كويس. اهي شايفين بقى شكلها عامل ازاي. نقلبها كويس كده لحد ما كل البهارات اللي احنا حطيناها تدوب مع بعضها مع كوباية الزبادي، بس كده. وبعد كده هنضيف البانيه وهنسيبه في التتبيله بتاعته ديت لمده نص ساعه، لحد ما البانيه يتشرب من التتبيله ديت. وهنقلبهم كويس مع بعض، وهنغطيهم لحد ما تعدي نص ساعه. وبعد كده هنحطهم على النار، هنسويها. حطيناها كلها كده بالخلطة بتاعتها كلها، وهنسيبها لما تاخد غلوة تغلي كده شوية على النار. طبعا هنقلب فيها كل شوية علشان ما تلزقش مننا، علشان هي ما فيهاش ميه خالص، ما فيش فيها سوائل، هي كوباية الزبادي والبهارات بس. عشان ما تلزقش منك لازم تقلبي فيها كل شوية. بعد كده هنحطها على الجريل، وهنقفل عليها، وبعد شوية هنقلبها الناحية التانية عشان تحمر وتاخد اللون الجولد ده. ولو الفيديو عجبكم يا ريت لايك وكومنت وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ نوني. بالهنا والشفا. باي باي.